شعرنا متدمر وده العادي بتاعنا. فلازم ناكل كويس وننام كويس ونختار البرودكت الكويسه الموثوق فيها اللي نحطها على شعرنا. النهارده هنتكلم عن مشاكل الشعر وازاي نحلها في روشيتا. بيشرفنا النهارده دكتور وليد البلاط، استاذ الجلديه والتجميل والليزر. اسباب يعني تدمير الشعر كتير قوي، قول لنا يا دكتور. بس هو في اسباب كتير قوي طبعا. في فصل الصيف بقى الناس كلها في البحر وفي البولز والكلام ده كله. بالظبط دكتور، لما بنيجي نحل بنروح دايما للترندات والحاجات اللي بنعملها في البيت بنفسنا زي الروزماري والليمون. هل الحاجات دي فعلا مفيده يا دكتور؟ لا بصي بقى، يعني طبعا الروزماري انا بقى بسمع بقى الكلام ده كتير، بس هو في مشكله سواء الترندات او الوصفات بتاعه الشعر او بتاعه الجلد، لان مش اي حاجه هنحطها على الجلد او هنحطها على الشعر هنستفيد منها، ما بتوصلش يعني نسبه كام في الميه، 1% 2% للجلد هيمتصها. طيب يعني حضرتك بتنصحنا ان استخدم برودكت يبقى بصوره طبيه وبنسب علميه مدروسه تقدر تساعد شعري بالظبط كده. ادينا روشته كده من الاخر ازاي احافظ على شعري. محافظه بقى على الشعر زي ما قلنا، لازم هنستخدم بقى ان شاء الله انتوا هتنزلوا بقى روتين كامل، شامبو وسيرم والحاجات دي مع الماسك. يبقى انا برضو اختار الحاجه المناسبه لشعري وبلاش هيت كتير. طبعا الجود نيوتريشن، يعني الاكل مهم جدا في العنايه بالشعر، الاكل والنوم. شكرا يا دكتور حضرتك على الروشته ربنا يخليك اللي حضرتك اديتها لنا. استنوا بقى روشتتكم في باقي حلقات روشته من الاخر.